أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرجو فضيلة الشيخ بيان تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهل العمل داخل في الإيمان؟ أستغرب والله هذا السؤال، والله أستغرب جدا. هل تظنون أننا أخرج العمل من الإيمان؟ قبح الله الكذابين الأفاكين، والله يكذبون علينا ويفترون، والله ما هم من السنة في شيء هؤلاء الذين يكذبون علينا، وإنهم من أهل الضلال والأهواء، وإنهم والله محاربون لمنهج السلف. بارك الله فيكم. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوك في نحور المرجئة والخوارج. قوامه نصوص لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله ومضى عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا، ونحن نشأنا عليه وندعو إليه ونذب عنه ونحارب من يخالفه، ولو ادعى ما ادعى. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويكفيكم المؤلفات الكثيرة التي ألفت للرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة بأصنافها. ومن تلكم الكتابات ما دونه الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه الصحيح، كتاب الإيمان، وجاء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان كله رد على المرجئة، ونحن تربينا على هذا ونحارب الإرجاء كما نحارب سائر الضلالات. فيأتي قوم جهلاء ضلال أعداء للسنة يقولون إنها مرجئة، قاتلهم الله. هم عندي أخس من الخوارج والروافض، شاءوا أبوا، لأنهم أكذب من الروافض على أهل السنة، وأكثر حقدا على أهل السنة، وأكثر كذبا وافتراء على أهل السنة، ومع ذلك هم لابسون لباس السنة كذبا وزورا، وليسوا من السنة في شيء. ولو كان عندهم من السنة شيء ما حاربوا هذه السنة وفتحوا عليهم المواقع. حاربونهم لا يقلون من الكذب والافتراءات، وقد بينا والله أكاذيبهم، فهم ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة الكذب ولا يخرجون منها. وقد حصدناهم حصدا بالأدلة والبراهين، وبينا أكاذيبهم، ورأسهم الحداد الكذاب، وبينت أنه كذب في جزء من كتاب له 120 كذبة، وتشبث الحدادية الضالة به، وجاء باشميل الأفاك الكذاب وبينت كذبه وضلاله في إزاء باطل باشميل عليكم بهذا الكتاب، فإن هذا عدو لدود للسنة. وجاء فارح الحربي واحتضنوه واحتضنهم، وكان الأكاذيب والافتراءات يقول إننا مرجئة، بل من ولاة المرجئة، وأخس من المرجئة، هم أخس والله المرجئة أحسن منهم، على ضلال أحسن من هؤلاء الكذابين. الكذب أخبث من البدع يا أخوان، والكذاب أخبث عند أهل السنة من المبتدع. المبتدع يروى عنه، روى عن القدرية، روى عن المرجئة، روى عن غيره من أصناف أهل البدع، ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا. لو كان ينتمي إلى السنة كذاب أحب من أهل البدع. ومن هنا عقد بارك الله فيكم ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 بابا للكذابين، وبابا واحدا أهل البدع.
وقبل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة، وهؤلاء يعتبرهم من الدعاة إلى البدع، جاءوا بأصول يرفضها الإسلام وترفض السنة وتحارب منهج السلف، وطعنوا في أئمة الإسلام. الحداد بدأ بابن تيمية، والله بدأ بابن تيمية، وثنى بابن أبي العز وابن القيم، واستمر هكذا. لا يتولى أحد من أهل السنة أحدا إلا وطعنوا فيه، وطعنوا في علماء السنة المعاصرين. إذا طعنوا في الشيخ أحمد نجمي وزيد في الجنوب، من ينهض بالسنة؟ وطعنوا في علماء مكة والمدينة، من يقوم بالسنة؟ دول حرب على السنة ولا إيه بشكلهم؟ طعنوا في كل سلف لا يوافق الحدادية، كلهم طعنوا فيهم وشوهوهم وشوهوا أصولهم، وجاءوا بأصول فاسدة مناهضة لمنهج السلف، فهم امتداد للإخوان المسلمين ويخدمون أهل البدع جميعا. بارك الله فيكم. وإسقاط السنة هدف لهم. كيف يا أخي ما تترك سلف 5 6 في مكة و10 في المدينة وفي الدنيا كلها؟ ما تركوا السلفيين لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في جدة ولا في كل واحد يقدم خيرا ويذب عن السنة طحنوه. هؤلاء أهل السنة كذب يحكمون عليهم بالكذب، يفتروا عليه الافتراء الكذب، ومنها رميهم. نحن الآن مرجئة عند هؤلاء الأفاكين، والله لا يحاربون الإرجاء ولا كذابين ولا يصدقون في شيء أبدا، إنما سلوا الإرجاء سلاحا على أهل السنة، لأنهم بارك الله فيك بينوا ضلالهم وضلال سادتهم وأسلافهم، فسلوا سيف الإرجاء وسيف الكذب وسيف الفجور على أهل السنة، فاحذروهم. ومن انخدع فيهم فليتق الله في نفسه، فوالله لقد وضح أمرهم لا عذر لكم ولا شبهة لكم أبدا. كذابون كذابون كذابون، كل يوم يفضحهم الله بالكذب. والله الكفار يخجلون من الكذب وهؤلاء لا يخجلون منه. وكلما بينت كذب زعمائهم وخياناتهم كلما ازدادوا تشبثا بهم وبأصولهم وأباطيلهم. أين العقول؟ أين الدين؟ أين الخلق؟ فافهموا هؤلاء وحذروهم وحذروا الناس من ضلالهم وخبثهم وشرهم. وفقكم الله. فنحن دين الله بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العقائد والأحكام والحلال والحرام والصغيرة والكبيرة وشعب الإسلام والإيمان كلها ما ندعو إليها ونموت دونها.